بقول لكم ايه، انتوا ما تعرفوش الخبر الوحش؟ ايه هو الخبر الوحش يا احمد؟ اصدمنا. انا عرفت دلوقتي من على مواقع الوزارة ان النتيجة هتطلع قبل عيد الاضحى. ايه يعني هتطلع قبل العيد؟ هتطلع يوم الاثنين قبل وقفة الوقفة. يا لهوي، لا ما ينفعش تطلع قبل العيد. انت عارف ده معناه ايه يا احمد؟ ايه معناه ان احنا لو جبنا درجة وحشة او شلنا اي مادة ولا هنعيد ولا هناخد عيدية ولا هننزل حتى نشوف كده. احنا بكره هينفذنا في البيت حتى في العيد. دول هيضحوا بينا بدل ما يضحوا بالبقر. تقريبا كده. بص يا جماعة، انا جت لي فكرة حلوة قوي. احنا هنصور النتائج بتاعتنا ازاي يا زكية؟ افرض شافوا النتائج من على مواقع الوزارة. احنا هنروح نصورها الاول بالذكاء الاصطناعي، نجيب الشهادة بتاعتنا ونحط درجات على مزاجنا. ولو على المواقع يا عم بتاع المدارس، احنا هنعمل بلوك كل المواقع بتاع المدارس بتاعتنا من على تليفون ماما ومن على تليفون بابا، وكده مش هيعرفوا اي درجة من درجاتنا ابدا. اوبا انت كده جدع يا بنت. الدماغ دي جايباها من سوق الجمعة ولا ايه؟ يلا بسرعة نجهز بقى الحاجات دي عشان لو النتيجة ظهرت يلا قبل العيد. بينا.